طول ما انا بستعمل الزيت ده عمر ما شعري هيشوف الشيب ابدا، وعمره ما هيبيض. الزيوت من الحاجات اللي استخدمت من زمان وعرفنا خصائصها من قدماء المصريين، وكان لها اثار سحر على شعرهم وعلى شعرنا. الزيت اللي انا هكلمك عليه النهارده هو زيت السمسم. زيت السمسم ده طول ما انت بتستعمليه بتحطيه على شعرك عمر شعرك ما هيبيض، ولو في شعر ابيض هتلاقيه هيغمق، مش هيوصل لدرجة السواد ولكن هيغمق، هيدي على رمادي غامق لو انت مستمرية على استعمال زيت السمسم ده. ابتدي استعمليه، حطيه من دلوقتي كأساس في شعرك بالطريقة اللي انت عايزاها وبالطريقة اللي انت بتحبيها. يعني تدهنيه مثلا كل ما تغسلي شعرك، او تعملي منه حمام زيت مرة في الاسبوع. تمام، الطريقة اللي تريحك استعمليه بيها، لكن المهم ان انت تفضلي مستمرة على استعماله. والحاجة الاهم من كده كمان ان يكون من مصدر موثوق منه وانت مطمنه له، انه حاجة او شركة او مصنع او مكان انت واثقه فيه، ما يكونش اي حاجه من اللي بتتعبى كده وخلاص علشان تحصلي على النتيجه اللي انا بقولك عليها دي. هو مليان مضادات اكسده من نحاس وزنك، وبيحتوي على احماض دهنيه زي الاوميجا 3 والاوميجا 6. في فيتامين اي وكي وبي المركب. هو مفيش سبب علمي ان هو بيغمق لون الشعرايه، يعني هم ما وصلوش لسبب علمي. المكونات اللي انا بقولها لك دي وكل المكونات اللي موجوده فيه موجوده في زيوت تانية كتير، ولكن ليه زيت السمسم ده ليه خصائص في تغميق لون الشعر؟ مفيش سبب علمي معروف نقدر نفسره او نقوله عليه، ولكن هو ده الواقع وهو ده اللي حاصل. طبعا هو ليه فوائد تانية في الشعر، زي ان هو من الزيوت اللي بتوقف التساقط، وهو بيستعمل كمان للشعر الخشن او الناشف عشان ينعمه، ومضاد للفطريات والقشرة وحشرات الشعر. ولكن احنا هنا بنتكلم على موضوع الشيب، ان هو بيغمق الشعر الابيض. حطيه في روتينك لاستعمال الشعر. وبرضه عايزه اقول لك نقطه مهمه، ان انت لو وقفتي استعماله هيرجع لون الشعر اللي عندك الابيض هيرجع زي ما كان، لكن طول ما انا بستعمله طول ما انا شعري مش هيشوف الشيب ابدا. اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، اشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله.